الساعة دلوقتي 3 الفجر، وطبعا مراتك نايمة وعايز تنزل تخونها في شيل اوت. تلبس ايه حاجة في اللذيذ منه كده يعني، تقضي الغلط تعرف تشقط بيها. تعال اقولك، اول حاجة هنلبسها بنطلون. طبعا انا مش هينفع اطلع البسه قدامكم. وتاني حاجة هنلبس البيزك دي، ده كنت جايبه من زارا، الكواليتي بتاعته تحفة يعني، حاجة في الطرش منه. لبسنا التيشيرت. تالت حاجة هنلبسها قميص الطرش ده، كانت مرات الله يمسيها بالخير كانت جايبهولي يعني في عيد ميلادي، بس يلا يا حاجة من ريحة الحبايب. وده يا باشا الفاينل لوك، واجهة طرش منه. واوعى تنسى اهم من شياكتك نظافتك الشخصية. فتعالوا بقول لكم روتين بشرتي. وبالنسبة للناس اللي بتقول لي قصرت شعرك ليه وشلت شعرك ليه، هتعرفوا دلوقتي. هو دي يا عم مش مقصر معاك في حاجة، واخدك الحمام بتاعي. انا بقول لك ايه روتين بشرتي وليه شلت شعري. بقالي فترة تقريبا من مدة 6 شهور شعري بيقع بطريقة فظيعة، وكل ده أنا لسه عندي كام سنة، لسه في أول عشريناتي. فهحط لكم دلوقتي منظر شعري في الشهور اللي فاتت كان عامل ازاي. ده طبعا منظر شعري زي ما انتم شايفين، وده شكل شعري دلوقتي زي ما انتم شايفين. ما عادش فيه فراغات يعني، نوعا ما مش زي الأول الحمد لله. وده بقى اللي عمل معايا كل الكلام ده مش اعلان، ده حل ساحر. دي تالت مرة اطلب من البيج ديت الزيوت بتاعته. بيكتب لك هنا الزيوت دي عبارة عن ايه، يعني انت بتحط حاجة على شعرك عارف معمولة من ايه، من اول الالف للياء. هنا يعني دوت حمام زيت محطوط عليه روزماري، جنين، جوجوبا، بركة، خروع، بصل، زيت، نخاع، سمسم. ودوت زيت شعر. زيت الشعر هو اللي بيبقى استخدام يومي. حمام الزيت بيبقى مثلا مرتين في الاسبوع. زيت الشعر فيه بقى جوز هند، صبار، ارجان، جرجير، لوز، زيتون، وبرفين. برفين ده عشان يبقى ريحته حلوه، ما يبقاش ريحته يعني انت تبقى حاطط حاجه على شعرك ريحتها كويسه. فبجد بجد انا عايز احيي الشاب اللي عمل المنتجات دي. انا متاكد ان انت في يوم من الايام هتبقى، مش هقولك في حته تانية، في حته 10. والشاب ده اكتشاف، خش كلموه بجد وهتدعولي. مش كده وبس، هقول لكم روتين بشرتي برضو نفس الشاب اقترح عليا. انا كده كده ما بغيرش الغسول بتاعي، ده الغسول بتاعي، بس انا مش عايز ابين اللوجو بتاعه عادي. ده الغسول بتاعي اللي كنت بستخدمه الاول، بطلت استخدمه وجبت من الشاب انواع الغسول دول. قلت اجرب. انا لحد دلوقتي بجيب اي غسول لاني ما اعرفش بشرتي دهنيه ولا جافه الصراحه، او هي يعتبر مختلطه حاجه ما بينهم هما الاثنين. فجبت منه ده وجبت منه ده للبشره الحساسه والعاديه، وده للبشره المختلطه والدهنيه. انا بشرتي مختلطه ودهنيه، فدوت اختراع يا جدعان. كل الحبوب اللي في وشي قلت. كنت كل لما اجي اجرب نوع غسول جديد الحبوب تتملى في وشي، تطلع لي حساسيه، وشي بيلتهب. فبجد بجد الشاب ده اختراع. خشوا كلموه ان انتوا تبع ميدو. وبس يا اخواتي، وريتكم الاوتفيت اللي هننزل نخونها بيه، ووريتكم روتين بشرتي وشعري اللي كان بيقع، وقلت لكم عالجه ازاي وعالجت وشي ازاي. فيلا بينا ننزل بقى ايه. تنزل فين يا حبيبي؟ تنزل فين يا خال؟ انا قاعده سامعاك من الصبح. تعالي لي هنا. خلاص خياني تاني انت